اهم مباريات الدوري الاسباني الجوله الثالثة عشرة، الجوله ال13 من الدوري الاسباني من الليجا. اول مباراه معانا ما بين ريال مدريد واليتشي. يعني ريال مدريد يتعادل 2-2 مع اليتشي في الدوري الاسباني. ريال مدريد كان تعادل. سجل اهداف لريال مدريد جود بيلينجهام ودين هويسم الرأسيه. لكن طبعا اداء ريال مدريد سيء جدا خارج ملعبه على ملعب اليتشي دايما هي اللي كانت بتتقدم وياتي التعادل مع ريال مدريد. هدف جود بيلينجهام الثاني مشكوك في عمره، ان هو ممكن يكون فاول اصلا على فينيسيوس جونيور لما خبط في انياكي بينيا. طبعا تعادل مخيب للامال بالنسبه لريال مدريد. ثاني مباراه معانا ما بين برشلونه واتلتيك بلباو. برشلونه يفوز على اتلتيك بلباو 4-0، حاجه عالميه جدا. سجل اهداف ليفاندوفسكي، فيران توريس سجل هدفين، وايضا فيرمين لوبيز سجل هدف. لامين يامال عالمي جدا، بيعمل اسيستين وحاجه كده اوت سايد، اللي هو طبعا ترافيلا من يامال ولفيران توريس. والثانيه برده كانت لفيران توريس لما راوغ 3 لعيبه وحطها على طول لفيران. والهدف الثالث كان ياتي عن طريق فيران. عالمي جدا بصراحه. فيرمين لوبيز ايضا بيسجل هدف، ايريك جارسيا بيعمل اسيستين، لامين يامال اسيستين، وفيرمين لوبيز بيسجل هدف هو ليفاندوفسكي، وهدفين لفيران توريس. العوده الى المنزل ويفوز برشلونه 4-0. العوده الى الكامب نو، فوز عالمي جدا بالنسبه لبارسا.